الرئاسة ما حطت لوائح، الرئاسة ما حطت لوائح انها للاكاديميات، حطت يا فهز. معي الان على الهاتف مباشرة صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن فهد بن عبد العزيز، الرئيس العام لولاية الشباب، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، رئيس بعثة منتخب المملكة المتواجد في مسقط في دورة كأس الخليج ال19. سمو الامير مساء الخير وهارد لك على الخسارة. اهلا وسهلا. والحقيقه طبعا اليوم لم نقدم المستوى المامول، بس الحقيقه لي ملاحظات على عدد من الحاضرين عندك مثل جاسم تفضل ومثل الرومي ومثل فيصل ابو اثنين. جاسم تحدث انه ما في خطط لرعايه الشباب ولا في اكاديميات ولا شيء، كل الكلام اللي قاله جاسم خطا. الاكاديميات هذه ان شاء الله بتوضع. جوله الامير نواف بن فيصل 4 أو 5 مدن أوروبية ومدينتين في أمريكا الجنوبية، البرازيل والأرجنتين، وهناك اتفاقيات وقعت معها. نعم صحيح. فلذلك أن الشيء الآخر كل شيء في مخطط في الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وأعتقد أنه يمكن ربما عن جهل بالنسبة لجاسم لأنه يتحدث بالشيء لا يفقه فيه. هذا أولا. وبيكم الحين أتناقش أنا وياه على أي مبدأ. والشيء الثاني وش دخل فهد المصيبيح؟ تقول ان المباريات تلعب في يوم واحد ولا لعبت في يوم واحد، وش يصير؟ والرجل مجتهد، وش دخله في انه تقول انه في مناظره بينه وبين ناصر الجوهر ولا هو يقيم ناصر الجوهر يا جاسم؟ اعتقد انكم تتحدثون بحديث لا تفقهون، كلكم ما تتحدثون بشيء ما لا تفقهون فيه. الشيء الاخر اذا كان في نقاش احنا نرحب بالنقد لهذا البرنامج منكم من 1000 واحد مثلك، وانا فاتح من باب النقد، لكن تقولون كلام خطا على الاتحاد السعودي. يا اخي كسبنا مباراه، انا قلت لك لم نقدم المستوى المامول وكسبنا لاعبين وكسبنا وجوه جديده. نعم. المرشدي واسامه والزوري وعبد الله الشهيم واحمد الفريدي واحمد عطيف، هل هذا ونايف عزازي وحسن الراحل هل هذول كلهم ما هب لاعبين جدد؟ فلذلك والان انا بنتقل الرومي وفيصل باثنين. انت كيف تتكلم يا جاسم عن فهد المصيبيح وتقول فيها الكلام؟ رجل مجتهد عمل أكثر منك 100 مرة، بذل جهد للبلد أكثر منك مليون مرة، تقدر تتكلم عليه أنت وغيرك بهالشكل؟ احترموا أنفسكم، احترموا أنفسكم أنتم اللي قاعدين الحين. وش تقول يا جاسم كلامك السيء أنت؟ تحدث. تفضل محمد. هل بالنسبة طال عمرك للمصيبيح؟ نعم. يعني أنا أرى نأخذ فرصته سمو الأمير، وأعتقد أن في كفاءة موجودة الآن إدارية موجودة. في إيش؟ في كفاءة إدارية خارج موجودة في الأندية، المفروض أن نستفيد من خبراتها. الكفاءات الإدارية يا جاسم؟ سم؟ أقول لك أنت تقيم الكفاءات الإدارية أنت وأشكالك. فهد المصيبيح إداري ممتاز، إداري ممتاز، فلذلك يجب عليك أنك تحترم المواطن السعودي أولا، وثانيا انت لا تتكلم عن شيء ما تبقى فيه. قلت لك الامير نواف راح هذا في اكاديميات سوف تقام في الرياض وجده والشرقيه، وفي تخطيط للاتحاد كره القدم، كل شيء مبرمج يا اخي. كيف تتحدث انت عن الموضوع هذا؟ فلذلك عليكم الصمت او التكلم بالحقيقه. هذه لك ولغيرك. عطني عبد الرحمن الرومي. سام طال عمرك. انت كيف تتكلم بهالاسلوب الغير واقعي وكانك انت المنقذ؟ انت تتكلم تقول منتخب الكويت لم يقدم شيء، قدم شيء والف شيء، مستوى ممتاز وكسبنا لاعبين جدد. اما انت تحط الناس على رايك، انا اتفق معك انه في مباراه اليوم لم يقدم منتخبنا المستوى المامول، لكن ليس بهذه الشكل وليس بهذا الاسلوب اللي احنا ما نقره تماما. احنا سمحنا لكم بالنقل هذا في البناء، لكن ما هو الاسلوب اللي غير طبيعي. قاعدين هنا تتمهزون ولا تقولون هالكلام الغير طبيعي. عاطني فيصل ابو اثنين. تفضل طال عمرك. وش الكلام اللي تقول فيه شرها وما شرها والامور هذه كلها؟ انتم ما تقيمون انفسكم، انت ما تقيم نفسك انت ولا غيرك. احنا نشتغل ليل نهار وانت قاعد تبربر في التلفزيون، ما تحفظون انفسكم ولا تحفظون قيمتكم، تقعدون تهينون الناس بهالشكل الغير معقول. هذا مرفوض ثم مرفوض ثم مرفوض. عليكم الالتزام بالاخلاق السعوديه. يا سمو الامير قدام التلفزيون ولا مع مقدم برنامج يعطيك اللي تبي. لا اريد تكرار هذا الحكي. تبي تنقد فنيا اهلا وسهلا،
احنا نقدنا فني يا سمو الامير. من الكلام الفاضي. احنا نقدنا فني يا سمو الامير. لا غير فني، وش تقول هذا؟ لا نقدنا فني يا سمو الامير. وبعدين انت تتحدث عن دولة يا ابني. الله يحييك، احنا نتحدث عن دولة وانت المسؤول الاول عن قطاع الرياضة. يعني انت المسؤول الاول عن الرياضة. تتكلم زين عن الرياضة. احنا نتكلم عن الرياضة بشكل زين طال عمرك. لا ما هو بشكل انتم الان خذيتوا مجال اكثر من مجالكم. وش هو المجال اللي خذيناه؟ خذيتوا باشكال غريبة عجيبة، ترى انا تحملتكم الشيء الكثير. عليكم ضبط النفس وعليكم بالادب يا سمو الامير، وعليكم بحسن الاخلاق. كان ما تربيتوا احنا نربيكم. لا ولا الحمد، احنا متربين يا سمو الامير ونعرف حدودنا ونعرف اخرتنا. احنا طبعا انت سمو الامير انت المسؤول على اول الرياضه. نعم مسؤول عن اول، احنا نشتغل ليل نهار. يفترض وما عارفين مقدرين عملكم يا سمو الامير، ما حد قال شيء في عملكم. بالاضافه لا تقول ولا بننتقص من عملكم يا سمو الامير. ولكن الوسط الرياضي عندنا يا مسلم. ولكن الوسط الرياضي يا سمو الامير، الوسط الرياضي يا سمو الامير، سمو الامير الوسط الرياضي يتقبل اراء مختلفه. نشكر سمو الامير سلطان بن فهد، جهودكم واضحه سمو الامير وما تقدمونه من عمل واضح وبين على المستوى المحلي وكذلك على مستوى المنتخبات تحديدا. تفضل علي. طبعا نشكر سمو الامير، وهذا نقد طبعا من الرئيس العام لرعاية الشباب على الراس والعين، لكن انا بالنسبه